بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله احنا هنعمل غدا مع بعض. غدينا ايه؟ انتوا عارفين كل سنة وانتوا طيب. بقى الشتا جه والقرنبيط ظهر في الاسواق. القرنبيط دي جميل. وبتبقى اصغر قرنبيطه بتفرط كميه. انا جايبه اصغر قرنبيطه خالص، لان هي القرنبيط بيبقى مبروك، يعني بيفرط، بيبقى فيه وردات كتير كده. هي دي احنا هنعمل، جبت قرنبيطه هنعمل منها احلى غدا مع بعض ان شاء الله. النبايه دي باذن واحد احد هعمله معاكم مقلي، والمره الجايه هنعمله معاكم طبيخ بتقليه، وهقول لكم هتستغربوا. في ارنب والله، وبيبقى احلى من مقلي وخفيف وجميل وطعم. خلاها لمرتها ان شاء الله. عم معاكم القرنبيط بيكون بصلصه، وبيبقى عسل وجميل وتغيير. بعمل منه أنا، وبخلل منه، وبعمله طبيخ، وبقلي منه، بتعمل منه حاجات كتير. وعند كل نوع بعمل منه كذا نوع. اي طبيخ ببتكر منه حاجات كتير. هو المطبخ كده لازم يكون فيه ابداع وتجديد كده. معايا المقادير اللي هيعوز ايه القرنبيط. الربة بتاعته يا جماعة: معايا كوباية لبن، 3 بيضات، خضرة اللي هي شبت على كزبرة، ولسه هجيب توم، ولسه هجيب كمون ودقيق، حاجات كده اضافات له. ومعانا برضه هنقلي بتنجان. يبقى معانا طبق، انا عندي رز معمر بايت، عندي طبق رز معمر بايت. وفي يعني احنا في البيت في فريق بيحبوا برز، وفي بيحبوا بعيش، وفي بيحبوا ياكلوا كده، يعني على حسب. فانا عندي طبق رز اللي حابب ياكل رز، والباقي هياكل عيش. فهو ده اكل النهارده. نعمل طبق قرنبيط جميل، وطبق بتنجان بدقه، وطبق مخلل، وطبق خيار، وطبق رز. يعني اما بتيجي تعملي الصينيه بتلاقيها بسم الله ما شاء الله، الصينيه اتشكلت كده بركه من عند ربنا. صلى على الرسول. الصلاه على الرسول بتزود البركه وبتخلي الحاجه تطلع حلوه. دايما يبقى لساننا راتب بذكر الله كده، لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. خليكم معانا، انا هكمل بقيه المقادير وارجع لكم تاني. كده حبايب قلبي، انا غسلت القرنبيط بتاعي كويس جدا، ودلوقتي هحطه ميه لسليقه. الميه دي لسه ميه بيضه، ما حطيتش فيها اي حاجه خالص. هحطه فيها. انتوا عارفين القرنبيط عشان تاكليه وما يجيلكيش اي غازات او انتفاخات، تحط ايه الكمون. فده كمون وملح وسكر، معلقه سكر كبيره تخلي القرنبيط مسكر. حتى لو القرنبيطه مسخه تخليه مسكر. اهو كمون. بيبقى جميل جميل جدا، لان انتوا عارفين الصديق، الكمون صديق التوم والقرنبيط، وهو اصلا القرنبيط بيعمل انتفاخات. اللي عنده القولون هنحط 3 معالق لبن. اهو اهو يا جماعه، 3 معالق لبن دول بيفرقهم في طعم القرنبيط وهو بيتسلق. جربي الطريقه دي وعلى ضمانتي. تحط 3 معالق لبن في ميه السليق، ومعلقه كمون، ومعلقه كبيره، معلقه صغيره كمون، ومعلقه كبيره من بتوع الاكل هرميه سكر، ونص معلقه ملح او ربع معلقه ملح. ضيف ميه السليق. هسيبه بقى اما الميه تغلي واضيف ايه القرنبيط. حبايب قلبي، احنا دلوقتي هنعمل ربة. انا حاطه الميه على البوتاجاز بالحاجات اللي انا سقطتها فيها قدام عينيكم. ودلوقتي هنعمل ربة نجهز اما الميه تغلي. اول حاجه ده التوم، ده التوم يا جماعه. ماشي. تاني حاجه دول 3 بيضات. القرنبيطه بتاخد 3 بيضات. البهارات بتاعتنا ايه: كمون، فلفل اسمر، ملح. هقول لكم ليه بنحط فلفل اسمر وكمون. حبيبه قلبي، بنحط الفلفل الاسمر عشان في بيض. البيض انتوا عارفين بقى بيحمل نسبه زفاره، فاحنا بنحط الفلفل عشان كده. الكمون بنحطه عشان فيه توم، واحنا اصلا القرنبيط بيعمل غازات وانتفاخات، وانتوا عارفين الكمون صديق التوم، فلازم ايه. ودي ملح يا جماعه، فلازم بنحط البهارات ده عشان كده. هنحط طماطميه صغيره للتطعيمه، بتخلي طعمه جميل. ده عود كزبره على شبت. بناخد الايه اللي فوق ده بنرميه، وبنقطع ده كده اهو اهو. بناخد الشواشي نرميها، وبناخد العيدان، وما بنكترش يا جماعه عشان ما يبقاش ايه، ما يقلبش لونه ويغمق قوي، يعني زي الطعميه. بنحط خضره بسيطه. ودي كوبايه لبن اهو يا جماعه. كده دي ربة القرنبيط كاملة مكملة. بنضربها على الخلاط لحد ما تنعم. والدقيق ده هنضيفه بره معاكم بالمضرب على ايدين. ده دقيق على نشا يا جماعة. بنحط معلقتين دقيق. بنحط لا اله الا الله محمد رسول الله. حطيت معلقتين 2 كبار نشا على الدقيق، على كمية الدقيق دي، وقلبتهم في بعض. ليه؟ النشا بيخلي القرنبيط ما يشربش زيت،
في نفس الوقت بخليه مقرمش وجميل. انا هضرب الحاجات دي انعمها وارجع احطها بوله بره في بلاستيكيه او اي حاجه واعملها واضيف عليها الدقيق. انما هي ربه اهي ضربتها في الخلاط اهي. دلوقتي بقى احنا هنضيف لها مضرب في ايدينا كده، بسم الله ما شاء الله، ونضيف. عايزه تعملي بايدك بتعملي بمضرب عادي، واحنا كده كده الحمد لله يعني ايدينا نضيف على طول. فايه هي معاكي بقى، لو انت عملت الربه وحسيت ان هي تقيله بتضيفي ميه او لبن. لو انت عملتيها ولقيتيها خفيفه بتزودي معلقه دقيق او نشا. فهمت يا حبيبتي؟ انا قلت لك اهون البنات الصغيره الحلوه اللي لسه ما دخلوش المطبخ، او اللي اول مره هتعمل الموضوع ده، او اللي اول مره هتعمل قرنبيط وتقف في المطبخ زي الشطوره كده. الربه طلعت معاكي تقيله بتضيفي يا لبن يا ميه لحد ما تاخد القوام. لازم تبقى خفيفه يا جماعه، لان احنا ما بناكلش عجين ماشي. ولو طلعت معاك خفيفه تضيفي معلقه نشا او معلقه دقيق عشان تظبطي القوام بتاعها. دلوقتي بتغلي هي، شوفوا المعلقتين اللبن فتحوا لون الميه ازاي، فتحوا لون الميه، البخار طالع من الميه دلوقتي. لو انت ما كنتش حطيتهم كان الكمون هيغمق الميه، وبتفرق في لون القرنبيط، بيطلع محتفظ ببياض وبيبقى جميل. دلوقتي انا هسقط القرنبيط ده، انا غسلته واحطه يتسلق. ما بنهرهوش يا جماعه، ليه؟ بنخليه نص سوا عشان تلاحظي ان هو برده اما بتيجي تقليه في الزيت ده بياخد وقت. اخلي نص السوا ان انا استغله في الزيت. انما لو انت هرتيه وخليته خد وقته كله في السوا، بتيجي تقليه بقى تلاقيه مش قادره مش عارفه تشيليه اصلا، سايب. انا اغطي عليه يغلي الغلوه واروح مطلعاه. حبايبي انا كده قطعت البتنجان وحطيته في الزيت يتقلى اهون، والقرنبيط اهو شوفوا ابيض وشفاف وجميل. معلقتين لبن اللي انتوا بتحطوهم بيفرقوا في اللون بتاع القرنبيط وفي الطعم كمان، وبتخليه جميل وما يغمقش اهو. القرنبيط اهو شوفوا هو في الميه بس البخار جميله بيضه، والكاميرا مش جايبه لونها كمان عشان الشمس ضاربه في الشباك اهو. بيضه جميله، اللبن بيفتح لون القرنبيط كمان يا جماعه. دلوقتي انا هنشيل القرنبيط عشان هو خلاص دلوقتي 3/4 سوا. انا سايبه الربع اللي فاضل فيه، التكه اللي فاضله فيه، ان انا يا دوبك هي القليه اللي انا هقليها ويبقى كده سوا كامل. هنعمل الدقه بقى بتاعت البتنجانه. الدقه عباره عن ملح، كمون، توم. دي دقه اي، شوفوا الخلطه الاساسيه للبتنجان. ومعايا ده فلفل احمر او شطه على حسب انت عايزه، انا حراق او حراق او بارد يعني. يبقى توم، كمون، ملح، فلفل احمر او شطه. دول الحاجات دي اساسيات الدق لما تنعم. وبعد ما بينعموا بنضيف الليمونه دي يا جماعه، بنشيل منها البذر ونروح ضايفينها. ومعايا كمان نحط معلقه خل. دي خلطه اي بتنجان في الدنيا او طماطم متبله او اي حاجه. بالثوم، كمون، ملح، فلفل او شطه على حسب، ليمونه منزوع منها البذر، معلقه خل، مش اكتر من كده. والليمون والخل بنعمله بعد ما بندق الدقه. لو انت هتعملها في قهون او صلايه لازم تنعمي الدقه الاول وبعدين تضيف. لو في كبه او على خلاط عادي بتحط كله مع بعض، وهو كده كده دقه لحد بتروح طحنه كل حاجه. كده البتنجان معايا اتحمر، انا هطلعه بقى من الزيت واحط عليه التتبيله بتاعته. وده معايا القلايه هي نهقلي فيها القرنبيط، انا هخليها تنشف يعني تسخن كده على النار احط فيها الزيت كده يا حبايبي. انا هقلي بقى الوقت هعمل انتوا عارفين ان هو وردته اهو. لا بنقسم بقى عشان تستطعموا بطعمه، تقسم الواحده 2 كده. دي كده تشرب من التتبيله وتبقى مقرمشه من جميع الجوانب اهي. دي انا قسمها وانا بقطعها واقسمها تاني اهو، ومخلياها سوا حلوه اهو، لا مهري ولا حاجه اهو. شوفهم اهو اقسم الواحده 2. كل اللي الاقيها كبيره كده اهو اعملوا وردات صغيره اهو يا جماعه. اعملوا حتت صغيره كده تستمتعوا باكل، وتبقى القطعه على قد ايدك كده، ما تبقاش كبيره كده، لا بنعمله حتت صغيره كده يبقى جميل. واشرب من التتبيله اهو. كل اللي نلاقيها كبيره بنقسمها، بنعملها حاجه صغيره سيمبل كده. هقطعه بقى اهو كده، انا قطعتهم وهنجيب التتبيله ونروح على البوتاجاز كده يا جماعه. الزيت سخن اهو. انا ابتدي بقى اجيب القطعه المسمسمه الصغيره اللي انا قطعتها معاكم دي، واحط دي ما ينفعش يتعمل معلب كده بايدينا كده.
قلب في الربه كده تشرب بقى وتبقى جميله. احط بقى في الزيت، احط بقى هنا في الربه الحاجات دي. فكر حبايبي تاني ما كانوش معايا من اول الفيديو، الربه كانت عباره عن توم وكمون وملح ولا اله الا الله، وعود كزبره على شبت وطماطميه صغيره 3 بيضات، وحطينا عليهم البهارات عشان زفرت البيض وعشان التوم، حطينا كمون وملح وفلفل اسمر. ضربنا كله في الخلاط، وبعد ما نضربه كويس جينا في وعاء خارجي كده عملنا ايه، حطينا ضفنا الدقيق والنشا وظبطنا القوام. لازم تكون كده يا جماعه الربه خفيفه مش تقيله، لو تقيله يبقى انا باكل عجين. والحته القرنبيطه ما بتشربش، والقرنبيطه ما بتشربش كده لانه تقيل. لان انت لو تقلت الربه بتاعت القرنبيط بتبقى تقيله، هتشرب ازاي؟ بتبقى عجين وبتبقى مكتومه. ولو انت عندك كمان بيكنج باودر بتحط معلقه بيكنج باودر يخليه مفتح وجميل. بس انا ما عنديش، هي مش لازم، هي اضافات يا جماعه. انتوا عارفين الاكل ده ابتكارات، لو في ما فيش بقى الوقت خلاص. ازيك يا حبيب قلبي، يا رب تكونوا بخير. يلا بقى اللي بيحب يوميات ام محمد يحط لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان اوصلك كل جديد من يوميات ام محمد. يا رب نكون عن حسن ظنكم، واللي يعجبه الفيديوهات بتاعتنا ما ينساش يحط لنا لايك واشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد من يوميات ام محمد. ويا رب نكون عن حسن ظنكم. كده يا حبايبي بقى انا هسيبه لحد ما ياخد اللون اللي انتوا عارفينه بقى، وايه واحط الدور التاني. هما جم دورين 2. هسيب ده لحد ما يلون واقلبه وراح كده يا حبايبي. انا قلبت اهو لونه ذهبي وجولدن وجميل، والمكان اللي بيفضى بروح حاطه حته جديده. خلاص كده انا هسيبه بقى وهديت عليه عشان ينشف ويبقى جميل كده، واطلع البتنجان بتاعي من الزيت واحط عليه التاني. يا حبايبي بقى انا بقى ايه بتبل في البتنجان بتاعي اهو. اقول لحبايبي تاني اللي ما كانوش معانا من اول الفيديو، كان الدقه بتاعت البتنجان التتبيله الخطيره بتاعتي هي عباره عن توم وكمون وفلفل احمر او بارد او حار على حسب. وبعدين بعد ما بننعم الدقه دي بنروح حاطين وروح ضايفين الليمونه ومعلقه الخل. هي دي التتبيله الجميله اهي. عايزه تقطعي عليه طماطم صغيره براحتك، هي دي التتبيله اللي ما يختلفش عليها 2. تروح واخده الشريحه على لقمه كده وبألف هنا وشفا. ويا ريت يا حبايبي اللي ما اشتركش في قناتنا يشترك، ويكتب لنا كومنت جميل. ما نتحرمش منكم ابدا ولا من دعمكم اهو. ويا ريت تجربوا القرنبيط دي والبتنجان بالخلطه الرهيبه دي وتقولوا رايكم في التعليقات. الخلطه دي جميله اهو. هروح بقى اطلع القرنبيط من الزيت. خلصنا خلاص وقدمنا الاكل بتاعنا. كان عندنا طبق رز معمر بايت، سبته عملت عليه حاجه النهارده. عملت عليه ايه؟ جبت قرنبيطه عملناها. كان معانا ايه القرنبيط بالربه الجميله، لازم تجربيه الخطير وتقولي لي رايك عليه في التعليقات. كان معانا اللفت على الكروب اللي انا كنت محداه معاكم، وده خير مقطعاه، وده طبق البتنجان اللي انا عملته بالخلطه الرهيبه، وده طبق فول كان باقي من الفطار حطيته برده لان احنا اصلا ما بنتعشاش، فده يعتبر غدا وعشاء. لميت بقى اي حاجه من بواقي البيت كده عملت منها احلى طبق النهارده. ومعانا القرنبيط الجميل ده ريحته جامده وجميل وملوش اي اضرار ولا يتعب القولون، لان احنا حاطين كل الاحتياطات اللازمه من كمون لاي حاجه تانية، يعني مظبطينه ومخلينه ما يشربش زيت عشان حاطين نشا. فانت تعمليه وانت مطمنه ومقرمش وجميل بالف هنا وشفا. وده كان فيديونا النهارده. عملنا غدا بسيط. يا ريت الفيديو يكون عجبكم، ويا رب نكون خفاف ولطاف على قلبكم. ويا ريت اللي يعجبوا الفيديوهات بتاعتنا ما ينسناش في الدعم واللايك والاشتراك، يوصلوا كل جديد باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.